اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيك شوكليت كده اسفنجي بدون دقيق ابيض. حلو قوي ليكي لو بتحبي الاكل الصحي او بتعملي دايت، وكمان مناسب جدا لمريض السكر. سعراته الحراريه منخفضه، والطعم بقى ما تقدروش تفرقوه ابدا عن الكيك العادي اللي بيتعمل بالدقيق الابيض. بالعكس احلى كمان. انا بصراحه بعملها كل يوم عشان الولاد حبوها قوي. تابعوني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقه. ويلا كده بسرعه اشتركي في القناه ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده أنا جبت صابعين من الموز، يعني صابعين بس مش أكتر، بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. بس مهم جدا إن يكون الموز بتاعنا مستوي، يمكن مستوي أكتر من كده كمان، علشان تطلع الوصفة بتاعتك مظبوطة جدا. بس لازم إن هو يتهرس كويس قوي. ولو ما قدرتيش تهرسيه اعملي زي دلوقتي، أنا هجيب الهاند بلندر وهبتدي إن أنا أضربه عشان يبقى ناعم قوي، عشان تنجح الوصفة معاكي. هحط كده معلقة واحدة من العسل، والموز مع العسل كافيين جدا ان يخلي الوصفة بتاعتك مسكرة وطعمها حلو جدا. جبت بقى الهاند بلندر وابتدأت ان انا اهرس الموز كويس جدا عشان يبقى ناعم ويديني كده مافن يبقى حلو قوي، ويكون ناجح جدا زي ما شفتوه كده اول الفيديو وهش وطري. هجيب كده بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ما يبقوش طالعين لسه من التلاجة. طبعا طالما استخدمنا بيض هنحط كده معلقة من الفانيليا او ظرف من الفانيليا العادية. وهبتدي كده بقى بالشوكة او بالمضرب الويسك العادي ان انا كده اخلط المكونات كلها مع بعضها بالشكل ده. ودلوقتي بقى هجيب 3 معالق كبار من الكاكاو، وهبتدي كده انخلهم في المصفى عشان بيبقى فيهم تكتلات كده من الرطوبة. حلو قوي كده. انا قلت 3 معالق كبار من الكاكاو، بس مهم جدا يكون الكاكاو نوعه حلو، يا اما كاكاو دريم او كاكاو الاسباني، الاتنين كويسين. هجيب بقى المضرب او الشوكة بتاعتي وهبتدي كده ان انا اخفق المكونات كلها كده مع بعض. انا مش هستخدم اي حاجة في الوصفة، يا بالمعلقة يا بالشوكة يا بالمضرب اليدوي، اي حاجة موجودة عندك. جبت معلقة كبيرة كده من البيكنج باودر وابتدأت ان انا اضيفها بالشكل ده. هقلب بقى كل المكونات كده مع بعض. انا ما حطيتش لا سمنة ولا زبدة ولا زيت، بس انا عندي زيت جوز هند، فانا هحط معلقة واحدة من زيت الجوز الهند علشان خاطر تكون الوصفة بتاعتنا صحية. لو مش متوفر عندك مفيش اي مشكله، حطي معلقه من زيت الزيتون او زيت الذره، اي زيت انتي بترتاحي له. حطي معلقه واحده بس. وجبت كده شويه شوكليت شيبس كانوا موجودين عندي، حطيتهم كده برضو على الوصفه، هتدي طعم حلو قوي. ودلوقتي انا ضفت كده تلت كوبايه من اللبن، وابتدأت كده اضرب بالمضرب العادي. وفي الوقت ده بقى هبتدي ان انا اضيف الدقيق، اي نوع دقيق انتي متعوده عليه في الوقت ده. ممكن يكون دقيق اسمر، ممكن كمان يكون دقيق شوفان او دقيق لوز. انا استخدمت دقيق الشوفان. حطيت معلقتين بالشكل ده وهرجع كمان احط معلقه، يبقى انا استخدمت كل الكميه اللي انا عملتها دي ب3 معالق بس من دقيق الشوفان. زي ما قلت لك ممكن دقيق اسمر، ممكن دقيق لوز، الدقيق اللي انت تفضليه، ممكن دقيق جوز هند، الدقيق اللي انت تحبيه وتفضليه. وقلبت بقى الخليط بتاعي كويس قوي. خلاص كده الكيكه بتاعتي خلصت. انا جبت بقى الصينيه بتاعتي دي تقريبا مقاس 22، وحطيت فيها كمان ورقه زبده، ممكن ما تحطيش عادي، ادهنيها دهنه بسيطه. وحطيت بقى الخليط بتاع الكيكه بالشكل ده. شايفين بقى القوام بتاعه حلو جدا. انا ما حطيتش زي ما قلت لكم غير 3 معالق من دقيق الشوفان بس. وفي التوقيت ده انا كنت مفصصه كده بلحتين، البلح الطري مفصصاه كده قطع صغيره، وحطيتها بقى على الوش بالشكل ده. وكمان حطيت شويه شوكليت شيبس، ودخلتها بقى الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد حوالي نص ساعة. وطلعت بقى، عايزة اقولكم ان هي تحفة. شايفين بقى الجمال والحلاوة. بس هي سخنة دلوقتي، انا هسيبها تبرد كده 10 دقايق، وهبتدي بقى ان انا اقلبها بالشكل ده. وانا حاطة ورقة زبدة عشان عاملة حسابي ان انا اقلبها واقدمها معاكم، بس انا عايزة احط لها صوص شوكليت. عملته معاكم في فيديو منفصل على القناة، مكوناته صحية جدا. والحاجة اللي انت عايزة تستغني عنها، يعني ممكن ما تحطيش البلح ولا الشوكليت شيبس. الشوكليت شيبس دي ده شوكليت دارك. وممكن كمان ما تحطيش الصوص ده، بس الصوص ده خلاها بصراحة روعة ومكوناته صحية زي ما بقول لكم. وعايزة اقول لكم بقى ان الطعم بتاعها تحفة، الارتفاع بتاعها مناسب جدا، والطعم بتاعها رائع، والسعرات بتاعتها منخفضة. مناسبة بقى ليكي جدا لو بتعملي دايت، وكمان مناسبة لمرضى السكر. وممكن تحطيها كمان في وحدات كاب كيك، هتبقى حلوة جدا بنفس الطريقة دي. عايزين نقطع بقى قطعة كده مع بعض عشان نشوف بقى الكيك الطري كده. بصوا بقى على الجمال والحلاوة. انا عايزة اوريكم بس القطعة بتاعة الكيك عاملة ازاي. ارتفاعها حلو جدا، والصوص كده مخليها الطعم بتاعها رائع جدا. انا هحط لكم اللينك بتاع الصوص ده
في صندوق الوصف عشان تشوفوا برضو الطريقة بتاعته. طريقته حلوة قوي وسهلة وكمان اقتصادية، والسعرات بتاعته منخفضة جدا. شايفين بقى؟ تحفة. انا بتمنى تكون طريقة الكيك النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.